اهلا بيكم. النهارده عايزين نقول حاجة مهمة لازم نركز فيها قوي يا جماعة ونعرفها عشان بتلخبط ناس كتير قوي. ايه هي؟ يجي يقول لك فلان انا اشتريت من علان الريزن ايبوكسي وكان معايا حاجة جبارة ومفيش احلى من كده. يروح ترتان يجيب من علان نفس الريزن ايبوكسي يقول لك ايه ده تعبان قوي وملوش اي 30 لازمة. يروح يشتري بقى من عند مش عارف فلان الفلاني فيقول لك ده حلو، يروح يشتريه من عند علان العلاني يقول ده وحش. طب ما هو كله ريزن ايبوكسي، امال ايه الفرق؟ هل مثلا ده مضروب ده مغشوش ده كذا؟ لا، الموضوع زي ما حكينا وفهمنا وقلنا ونعيد فإن الذكرى تنفع. الموضوع ان الريزن ايبوكسي ده هي حتة قماشة، وحتة القماشة دي بنفصل منها بدلة، كرافتة، قميص، بنطلون، تيشيرت زي ما هنفصل. فممكن يكون فلان الفلاني اللي حضرتك اعجبت بيه كان مديك نوع من الريزن ايبوكسي متوافق مع الشغل اللي حضرتك عملته في ساعتها. لما خدت نفس الريزن ايبوكسي ده هو وعملت بيه شغلانه تانية خالص، لقيت ان المنتج ما كانش صالح لانه هو لا يصلح لهذا. المفروض كنت تشوف كود تاني او نوع تاني او تشوف المواصفه بتاعت الريزن ايبوكسي اللي تناسب الشغل بتاع حضرتك. يعني مثلا تعالى هنقول حاجتين بسرعه. الحاجه الاولانيه الناس اللي بتعالج الرخام يروح يقول لك انا جبت ريزن ايبوكسي عليه كتير الرخام كان جبار. واحد تاني يقول لك انا جبت نفس الريزن ايبوكسي الاولاني اللي هم اشتغلوا بيه كان جبار بس طلع معايا وحش. ده الناس التانيه دي ما بتفهمش. هو الموضوع مش كده. الموضوع انا هاخد الريزن ايبوكسي ده، تعالى في قصه الرخام، هعمل بيه بنهول، هعمل بيه جواعير، هعمل بيه نقر، هعمل بيه ايه كذا كذا كذا، لازم اوصف عشان اعرف اشتغل بيه. العكس بقى تعالى لما يكون بياخد الريزن ايبوكسي ده علشان يعمل بيه الحاجات زي الميداليات والصواني والكوستر والحاجات اللي زي كده، موضوع برضو مختلف. انا عايزه مرن، انا عايزه صلب، انا عايزه يستحمل الحرارة، انا عايزه يستحمل كذا. لازم اوصف، لازم افهم، لازم اقول واخد الصح اللي يناسبني واشتغل بيه. خلي بالكم يا جماعه قوي من الموضوع دوت. لما تيجي حضرتك تطلب ريزن زي ما اتفقنا ما بنقولش ريزن ونسكت، لازم نقول ريزن ريزن ايبوكسي، ريزن بوليستر، ريزن يورو، وهكذا. ولازم لما بعد ما نطلب الريزن نرجع نقول الريزن ده انا هشتغل بيه في كذا عشان اخد الكود اللي يناسبني او القماشه اللي تناسبني فاشتغل فاطلع شغل 10 على 10. دمتم بخير. اي استفسار اي طلبات احنا منتظرينكم، والسلام عليكم ورحمه الله.